أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي. الخماسي الحديث هي رياضة مركبة بتتكون من 5 لعبات بيمارسها لاعب واحد وبيأديها في يوم واحد، وهي من أقدم الألعاب الأولمبية. اللعبات ال5 هم الرماية وسلاح سيف المبارزة والسباحة والفروسية واختراق الضاحية. في المنافسات ال5 بيحصل كل مشترك على نقاط معينة، وبيتم ترتيب اللاعبين حسب ما يحصلوا عليه من النقاط. هنتكلم النهاردة عن شاب صاحب 21 عام، أول لاعب مصري وعربي وإفريقي يفوز بميدالية أولمبية في لعبة الخماسي الحديث. قدر يفوز بكل الألقاب العالمية والقارية والأولمبية وهو لسه متخطاش ال21 سنة. بطلنا المصري أحمد الجندي مش بس اتأهل لنهائي الخماسي الحديث، لا ده كمان كسر الرقم الأولمبي المسجل باسم اللاعب البريطاني جوي تشونغ اللي كان 1482 نقطة، وتسجل رقم أولمبي قياسي جديد باسم أحمد الجندي المصري برقم 1516 نقطة. أحمد أسامة الجندي لاعب نادي الشمس ومنتخب مصر للخماسي الحديث، توج في عام 2018 بالميدالية الذهبية في دورية الألعاب الأولمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين، ليحقق بذلك ثلاثية تاريخية لم يسبقه إليها أحد في تاريخ اللعبة. فاز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 كأول مصري يحقق الميدالية الأولمبية في الخماسي الحديث، وفاز بجائزة أفضل لاعب في العالم على مستوى الناشئين من قبل الاتحاد الدولي الخماسي مرتين على التوالي، وأدرج في قائمة الشرف الوطني المصري باب الرياضيين اعتبارا من 11/1/2019. وتم تسجيل آخر نجاحاته في 2024 في أولمبياد باريس، حصل على ذهبية الخماسي الحديث، وتصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث. استنونا في نماذج مشرفة في الرياضة. مبادرة مصر إيجابي.